السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ كوفيدات. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الكيكه. الصراحه كتجي كيكه بالليمون والحامض، كتجي منكهه، ما كتعرفيش واش المذاق ديال الليمون ولا ديال الحامض. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الكيكه هادي. كما كتشوفوا عندي 8 البيضات وقصور ديال الليمونه، قصور ديال الحامضه، وعندي 2 كيسان ديال الزيت. غادي ندير ان شاء الله 2 مقادير هاد الكيكه هادي. عندي كاس ديال الحامض وكاس ديال الليمون، وعندي 2 كيسان ديال السنيده ولا السكر حبيبات، وعندي 4 الخمارات ديال الحلوى، خميره ديال الحلويات. هاد الكيكه هادي غادي ندير ان شاء الله 2 مقادير. كنت كنديرها في المقله ديال الخبيج، انا غنشاركو معكم. دابا غادي نديرها في الطاوه ديال الفران، الطاوه ديال الضو. ما كنبغيهاش تجيني طالعه. الصراحه كندير لها واحد التقطيعه، كتجي بحال دايره تقطيعه بحال ديال الحلوى، بحال هاد الكيكه هادي ما كنحسبهاش انا كيكه. الصراحه كتجي واعره. اخر لحظه كتوجد، وكندير لها التقطيعه هادي. الصراحه كنت كنديرها في المقله ديال الخبيز، انا غنشاركو معكم ان شاء الله. كنديرها في المقله باش ما كتجينيش طالعه، باش كتجيني رقيقه شويه هابطه. كما كتشوفوا درت 2 كيسان ديال السنيده، ودرت 8 د البيضات. صافي دابا غادي تخلطوهم غير بالضراب العادي، ولا ديروه بمكسور بحال الكويدات. صافي دابا غادي نجيب الزيت، 2 كيسان ديال الزيت النباتي. كنضربوها مزيان باش كتجينا خفيفه وكتجي مهويه من الداخل. هانتوما ان شاء الله غتشوفوا كلشي في الفيديو. صافي دابا طحنتها مزيان كما كتشوفوا. هزات ليا 4 د الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض ولا الفورص. صافي دابا كنجيب فيها دوك ليمونه محكوكه، القصور ديال الليمون والقصور ديال الحامض. حيت كما شفتوا فيها كاس ديال الليمون وكاس ديال الحامض. صافي الطاوه ديالي، هاد الطاوه كما قلت لكم كنت كنديرها غير في المقله، دابا غندير معكم في الطاوه. كنديرها في الطاوه هادي باش ما كنبغيهاش تجيني طالعه، كتجيني رقيقه. حيت كندير لها التقطيعه هادي باش ما تجينيش عاليه بزاف، باش ما تجيش ما تجيكمش الكيكه منفوخه وتجي عاليه. كما كتشوفوا دهنت الطاوه بالزبده، وكندردر عليه شويه د الكوك. هذاك الكوك كيحمر لينا الكيكه ديالنا، كتجي واحد النكهه فيها ديال الكوك وكتجي محمره من التحت. صافي دابا غادي نخشيوها الفران ديالنا، غادي طيب. غادي نشعلو عليها غير من التحت حتى نحسوا الكيكه ديالنا، نحسوا بالكيكه طابت. صافي كنشعلو عليها من الفوق. كما كتشوفوا هنا غادي ندير كاس ونص ديال السنيده. راني عقبت نص كاس. كاس ديال الحامض كما كتشوفوا، وكاس ونص ديال الماء. السنيده درت معكم كاش، ولكن راه عقبت نص كاس. كما شفتوا حيت الحامض تيكون حامض، كنديروا نص كاس ونص ديال العنبه ديال السنيده ولا ديال السكر حبيبات. وكما كتشوفوا واحد الحامضه كنديرها ضواور. صافي وهذا السيرو هذا هو باش غادي نسقيو ان شاء الله الكيكه ديالنا. صافي كنساعدو عليه فوق البوطه، كنقصو عليه البوطه وكنخليوه يطيب لنا هذاك السكر وهذاك كيولي تبارك الله، كيولي واحد السيرو واعر واعر الصراحه. كما شفتوا نزلت نص كاس ديال الماء، وعقبت زدت نص كاس ديال السنيده السكر حبيبات.
صافي دابا الكيكة ديالنا تبارك الله ها هي طابت، كما قلت لكم كتسعلوا الفران من التحت حتى طيب، عاد كتسعلو من الفوق. السيرو ديالنا تبارك الله هو وجد كما كتشوفوا، كيجي منكه بالحامض. هاد الكيكة هادي علاش كنخلط بين الحامض وبين الليمون، انت كتاكليها ما كتعرفيش واش مخدومه، واش فيها الحامض ولا فيها الليمون. هانتوما الكبيدات ان شاء الله غادي تجربوا هاد الكيكه هادي، وكنتمنى الكبيدات ان شاء الله تجربوها، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم. على سلا ديروا في الطبله ديال العيد شي حاجه اللي بسيطه، وكما كتشوفوا عندنا كلشي في الدار. هذاك السيرو زدت فيه واحد جوج معالقات ديال الكوفيتير ديال المشماش، صافي هو باش كندهن الكيكه ديالي. هاد الكيكه بسيطه، عندنا كلشي تبارك الله موجود، كاين البيض كاين السنيده. عطتكم شي حاجه اللي ساهله وبسيطه ودغيا كتوزد، صافي. وكندير ليه شويه الكوك. ايوا كنتمنى البنات تجربوا ان شاء الله هاد الكيكه هادي. هاد الكيكه بسيطه ولكن صراحه كتجي منكهه بالليمون والحامض، كتجي شي حاجه اللي صراحه لذيذه، وكتجي مهويه وكتجي خفيفه. صافي دابا غادي نقطع معكم هاد التقطيعه هادي. صافي البنات كنوري لكم هاد المقله هادي، كنت كنديرها الصراحه في هاد المقله هادي، كانت كتجي واعره واعره، وكانت كتجي ما كتجينيش باش ما كتجينيش عاليه، كتجيني رقيقه. يلا الكبيدات، كنتمنى ان شاء الله اختي يعجبكم هاد الفيديو، ولا عجبكم اختي ديروا لي ابوني وديروا لايك وفعلوا الجرس. من طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو، الله يجعل ربي يسهل عليكم اختي، الله يعاونكم الكبيدات.